السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم باش نهضروا في الموضوع اللي هو مهم جدا كنحتاجوه في الحياة اليومية وبكثرة. هذا الموضوع هو شنو هي الأرقام ديال النجدة أو الأرقام ديال الإغاثة. الحاجة الوحيدة اللي خلتني نعمل الفيديو هذا هو واحد الحدث وقع هذه الأيام هذه. كنت خارج من المنزل وجبرت واحد في الحي ديالي بعض الأشخاص طير على واحد السيد كان طايح في الأرض. السيد هذا كان بعد ما شفنا الحالة ديالو جبرنا بأن عنده مشكل أنه طاح له السكر بزاف، والناس ما عارفينش المشكل ديالو. خلاوه هداك، جبرت نمشي كاع السوارات، مشي كاع يشرب الماء، وقفت قلت لهم الله يجزيكم بخير ما تعملوا له والو حتى نشوفوا شنو المشكل ديالو. والحاله الوحيده اللي غنعملو هو نتصلوا برجال الاسعاف، هما اللي يعرفوا لنا المشكل، ياخذوه للسبيطار ويشوفوا المشكل فين كاين. صافي قلت ما اتصلتوش برجال الاسعاف، قال لك السيدي راه هما عانش يصلدوا. من بعد صافي غنشير النقطه هذه اللي هي مهمه جدا، واش يمكننا نتصلوا بالاسعاف اولا بالوقايه المدنيه وحنا عندنا الصندوق ولا ما عندناش. اذا هذا الفيديو هذا فيه تفصيل عن هذا الشيء هذا كامل ان شاء الله. اذا كيفاش نتصلوا بهاد الناس هادو او كيفاش نتصلوا بهاد الوقايه المدنيه؟ الامر سهل جدا، وهو انه واخا يكون الهاتف ديالك ما فيهش التعبئه، يعني ما فيهش يعني الصولد، او حتى الهاتف ديالك ما كيتوفرش على البطاقه، يعني بطاقه ديال الاتصال اللي كتكون في الهاتف، واخا يكون بدا بطاقه يمكن لك الاتصال بالوقايه المدنيه او بالاسعاف او الارقام النجده كاملين يمكن تتصل بهم. اذا انا مثلا على سبيل المثال جبرت واحد السيد في الارض طايح، الا كنت عندي ديبلوم ديال الاسعافات الاوليه ممكن نقد تقدم عندك السيد ونعمل بعض الاسعافات الاوليه الوضعيه الجانبيه الوقائيه، او لا عنده مثلا نزيف يمكن نوقف داك النزيف ريثما يوصلوا ديك الناس ديال الوقايه المدنيه. او لا مثلا عنده اختناق يمكن لك تعمل له بي ان اس، او لا يمكن مثلا بزاف الامور اللي هي كتعمل في هذه القضيه هذه. ما كانش عندك ديبلوم ديال الاسعافات الاوليه وما قادرش تسعف هاد السياده، من اقل ضعف الايمان خصك تتصل بالاسعاف يجوا موراها. اذا الطريقه اللي غنتصلوا بها بالاسعاف وهي نتصل به عادي جدا. كيجاوبك السيد كيقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما عملت انا معاه. قلت لهم انا عرف الاسم ديالك اللي هو الاسم ديالك باش يعرفك شكون انت على سبيل المثال، وكذا قدرتي تعطي انت الرقم الهاتف ديالك باش لربما الا كانوا مثلا مشاو شي بلاصه غلطه يمكنوا يتصلوا بك ويحددوا البلاصه بالضبط. كذلك خصنا ملي نتصلوا بهم خصنا الحالة ديال المصاب أو الإنسان اللي طايح في الأرض، خصنا ضروري نعطيوه الحالة بدقة، واش عنده مشكل عنده مثلا نزيف أو لا عنده كسر أو لا عنده مثلا اختناق أو لا عنده بزاف الغموش. هما علاش كيحضروا الماتريال اللي غادي يهزوا بها هذا الشخص هذا باش يقدروا يديوه بأمان. شحال من واحد كيكون مهرس يعني من العمود الفقري والحمل ديالو صعيب جدا، الا مشى وقع شي خطأ يقدر يوقع له شلل كلي، وبالتالي نعطيه الحاله ديالو واش طاح من الطبقه ولا طاح من قدامك ولا كذا ولا كذا، باش هما كيجيبوا الادوات اللي غادي يهزوا بها هذا الشخص هذا اللي هو مصاب. كذلك الحاله الثالثه وهو تحدد الموقع للشخص، يعني اقرب نقطه نيالك مسجد او لا مدرسه او لا صيدليه او لا شي مكان اللي هو محدد ممكن تصل به. انا كنت شرت له على حساب واحد المدرسه قريبه عندنا، قلت له المدرسه، قال لي صافي حنا مسجد. كيما ناس كيقولوا بانهم ما كيهزوش علينا، لا حاولوا بقاو تعاودوا الاتصال. كيما ناس كيقولوا سيدي ما كيجيوش، لا بالعكس هما كيجيو، غير الا كانت شي حاله عندهم قبل منك كيمشيو يجيبوها عاد كيجيو عندك انتينا. تقريبا انا 10 دقائق كانوا معايا، تلاقيت تما. انت انا ما سهلت لي الماموريه، قربت لهم الطريق شويه باش ندخلهم للحي ديالي. اذا الطريقه باش نتصل بالاسعاف او الوقايه المدنيه هي 15 او لا 150. وقع شي مشكل داخل الحي هو نتصلوا بالشرطه. شحال الرقم اللي غنتصلوا به؟ اتصلوا بالرقم 19. الرقم 19 هو الرقم ديال الشرطه. وقع شي مشكل شي حاجه في الحي يمكن تصلوا برقم الشرطه. وكذلك الرقم الخاص بالشرطه هو 112. هي 112 نتصلوا به للرقم المحمول اللي عند الشرطه داخل المركز ديال الشرطه. اذا كذلك الارقام اللي كنت خارج المدينه، مثلا خارج المدينه خصني ضروري نتصل بواحد الرقم اللي هو ديال الدرك الملكي، هو الرقم 177. رقم الدرك الملكي هو 177. صافي كنتصل بهم وكنحدد لهم الوضعيه، وكديما كنشوف لهم المشكل فين كاين وكنهضر معاهم بكل هدوء باش يفهموني ونفهمهم. وفي الاخر كتقول لهم واش فهمتوني ما فهمتونيش، الا قال لك اوكي صافي قطع وخلي يعملوا الشغل ديالهم. اذا هذه هي الارقام اللي كنتصلوا بها من الرجال ديال الوقايه المدنيه او الشرطه او كذا. اذا دائما
خصنا نكونوا عارفين هذه القضيه، هذه الارقام هذه، ونبارطاجيوها مع الناس كاملين، باش كل واحد الا وقع شي طارئ بحال اللي وقع في الحي ديالنا يعرف كيفاش يتعامل مع الاخر. وكنصح الناس كاملين انهم يعملوا دبلومات في الاسعافات الاوليه. ربما كان شخص عندك في الدار، والده ولا اختك ولا الاخ ديالك، انه كيف تسعفوا، ريثما يوصلوا الناس ديال الوقايه المدنيه اللي هم معنيين بالاسعاف ذات الشخص هذا. عندي واحد الفكره، نعمل فيديوهات في الاسعافات الاوليه اللي نحتاجوها كاملين في الحياة اليومية ديالنا. يكون فيديوهات قصيرة ماشي طويلة بزاف، فيها طريقة للتدخل مع الشخص، مع التطبيق. غنوريكم إن شاء الله التطبيق كيفاش يساعد الشخص. وقع له نزيف، وقع له تسمم، وقع له كسر، وقع له مثلا إغماء مثلا، وقع له اختناق، وقع له ضيق في التنفس. نظهروا هاد الأمور إن شاء الله غادي نشوفوها كاملين معايا في الفيديوهات اللي غتكون قريبة إن شاء الله. كونوا حاضرين معنا بقوة باش نبارطاجيو هاد المعلومات كاملة مع الناس، باش تكون تعمل فائدة إن شاء الله. حتى الإنسان الشخص اللي ما قدرش يعمل دبلوم الإسعافات الأولية غيعرف كيفاش يتعامل مع هاد الوضعيات بحال هادي. إن شاء الله تكون فيديوهات اللي مقبلة غتكون كاملة إن شاء الله عندها علاقة بهاد الإسعافات الأولية، باش تعمل فائدة، وحتى عندها علاقة بالإسعاف الآخر داخل السيارة أو لا حريق ولا كذا. إن شاء الله نحاول ندور على بعض المعلومات كاملة عن الإسعافات الأولية. غبقاو معنا إن شاء الله في هذه الصفحة، وحاولوا تبارطاجيو مع الناس كاملين، ومتنساو تخليو التعليقات، وكذلك تنساو تعملوا جيم باش تعم الفائدة وتكبر الصفحة، وتكبر العائلة كاملة إن شاء الله، ونستافدوا كاملين مع بعضنا. إذا هذه الموضوع اليوم اللي كنا نهضروا عليه. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.